في ترندات خطيرة منتشرة جدا دلوقتي، أنا شايفاها خرافات. تعالوا نعرف واحدة واحدة فيهم. أول واحدة، بلاش نستخدم غسول. أصل أنا بصحى من النوم وبسيب وشي كده، ودلوقتي في كذا حد يطلع يقول تجربته إن هو بطل يغسل أو بطلت يعني تغسل وشها بالغسول، وسابته بالزيوت الطبيعية، وقد إيه ده مفيد للبشرة، وإن هي من أول ما بطلت ده بشرتها اتحسنت وحصل وحصل. يا جماعة ازاي؟ يعني لو بشرة اصلا دهنية، او بشرة معرضة لحب الشباب، او اصلا فيها حب شباب، واستخدمناش سواء في علاج او لا، وحسب درجة البشرة زي ما اتكلمنا في حب الشباب، ومنستخدمش الغسول، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل تراكم زيوت وتراكم خلايا ميتة، وبالعكس المسام هتتسد، وهيحصل الحبوب اللي تحت الجلد وكل المشاكل دي. ازاي ده هيحصل؟ ده مستحيل يحصل. طب كده ونتعرض لكل التلوث اللي في العالم، وفي الاخر هنسيب بشرتنا كده؟ ازاي؟ يقولك الميه بس كفايه. لا، الميه بس مش كفايه. وطبعا الصابون او اي ماده تانية هي اصلا صعبه جدا وهرش جدا، صعبه جدا على البشره. لو بشره جافه ما بتستخدمش غسول، طيب ضاف ازاي وزي البشره دي ازاي وتديها ترطيب مهمه؟ فموضوع الغسول موضوع منتهي لكل انواع البشره. ما بقولش ان احنا على طول 5 6 مرات، لا طبعا، هو مره الصبح ومره بالليل وشكرا.